سارة المصرية أول ممثلة أفلام للكبار. سارة اسكندرانية اشتغلت في الخليج، وبعد كده بعد ما قضت مدة هناك سافرت على طول على أمريكا، وهناك اكتشفت حاجة اسمها نوادي التعري. ونوادي التعري دي بتكسب فلوس جامد جدا. نوادي التعري دي أماكن للكبار بس، وكل حاجة حرام هتلاقيها هناك. نسوان بتقلع ملط وخمور ومخدرات وكل اللي تتمناه أو كل اللي تحلم بيه، كل المنكرات اللي ممكن تيجي في دماغك تلاقيها هناك. راحت هناك، وهناك هتقابل اتنين من عتاولة المجال. قابلت واحدة اسمها أنجلينا وايت والتانية سارة جاي، والاتنين أقنعوه إنها هي تبقى يعني ممثلة أفلام يعني ونجمة في المجال ده، وإن هي هتكون رقم واحد، وهيدوها مبالغ محترمة جدا. حرفيا المبالغ وصلت في وقت من الأوقات إنها تاخد 50,000 دولار على الفيلم الواحد اللي بتصوره. جربت كل حاجة، اتعاملت بقى مع ناس من أمريكا، اتعاملت مع ناس من أفريقيا، اتعاملت مع ناس من آسيا، بس في الآخر قالت ما حبتش قد الراجل العربي ساشا بيرل أو سارة المصرية. ساشا بيرل ده اسمها المستعار أو اللي اختارته لنفسها عشان يبقى اسمها في المجال. طبعا احنا عارفين، كلنا عارفين طبعا ان كل اللي في المجال مختارين اسماء تانية غير اسمائهم الأصلية. وبعد كده لأن عمرهم أصلا قصير في المجال، فبيقعدوا مثلا في المجال سنتين تلاتة خمسة بالكتير، وبعد كده بيعتزلوا ويرجعوا ينسوا الأسماء دي خالص، ويرجعوا يندمجوا في حياتهم الطبيعية تاني. بس السؤال المهم هنا واللي خطر على بالك أكيد، هي سارة دي ملهاش أهل أو حد يسأل عليها، أو مخفتش من الفضيحة مثلا، أو إن حد إزاي هيكون نظرة المجتمع ليها، خصوصا هي مصرية يعني وإحنا مجتمع محافظ. سارة دي بقى حكايتها حكاية أو غريبة حبتين تلاتة. مارست الجنس مع خالها ونامت معاه كذا مرة، ومارست كمان مع كذا حد من عيلتها. وطبعا هي بتحب تجرب كل حاجة في الجنس لأن شهوتها شديدة زي ما هي قالت، وبتحب الراجل العربي حبتين تلاتة. يا ترى شايف ساشا بيرلي دي ازاي، أو سارة المصرية شايفها ازاي يعني؟ قول لنا تحت في الكومنتات.